أنا كنعيش في اسبانيا. جيت وأنا في عمري 18 عام. جيت بكونطرا ديال الخدمة حيت عندي خواتاتي بجوج هنا. أنا كنت مربية بزاف وكنحشم وما عمرني تصاحبت، يعني من دارنا والمدرسة لأوروبا. زوين الحمد لله، واللي شافني كيبغيني وخاصة الأوروبيين، ولكن أنا كنت كنميل للدين بزاف واخا ما محجباش. كنت كنخاف نتزوج قاوري ويسلم غير على قبلي، وكنشوف الناس هنا كيجيو كبار وكيعطيوها غير الحرام والنشاط. المهم تعرفت على واحد إسباني كان ظريف بزاف ومتعلق بيا. كنا صحاب وكنت دايره بيناتنا الحدود، وكنفكروا ديما باللي انا مسلمه وهكاك ولا كيبغيني. كان في عمري ديك الساعه 20 عام، والصراحه كان كيعجبني، ولكن كنت كنخاف ويمكن ما كنتش كنبغيه. المهم بقات علاقتها بيناتنا بكل احترام. كان باغي يتزوج بيا ويسلم، ولكن انا كنت عارفه غيسلم غير على قبلي. كنت مره كنوافق ومره كنتهرب، وفي نفس الوقت كنت من الناس اللي كتقول مستحيل نتزوج ونجيب الراجل من المغرب، حتى حنتني الله. واحد النهار كان العرس ديال بنت عمي في المغرب، وهي كانت صاحبتي الروح بالروح، يعني كان ضروري نحضر. ايوا مشيت لتماك ويا ريتني ما مشيت. تماك تلاقيت براجلي وسباب عذاب اللي هو دابا طليقي. انا كنت زوينه بزاف وعاطيه العين وعايشه في الخارج، وراكم عارفين بلا ما نقول لكم، وكل شي كان رامي عليا العين. وطليقي كان صاحب ولد عمي، وكان فايتني غير بعام. ما كان لا كيكسب لا كيعلم، كان خدام قرصون في واحد القهوه. المهم ما ديتهاش فيه، كنت كنعاملو بحال خويا، ولكن هو كان كيخطط ليا ماد العرس كلها وهو معانا. يعني تداخلنا بزاف وبديت كنميل ليه. ما عرفتش اش وقعلي، بحال الا تسدات لي عيني. اللي كان عجبني فيه هو كان كيخلينا ناشطين وكنشطحو وكيمشي يصلي، وهذا الشيء عجبني فيه بزاف. كنت كنقول صغير وكيصلي وظريف وولد الناس. ايوا تطورات الامور. مور العرس كنت مازال في المغرب، كنا كنتلاقاو بحال الاصدقاء. شي سيمانه وهو يقول لي شوفي انا كتعجبيني وبغيتك، وما بغيتش نتسمى ولد الحرام ونهضر معاك مور عائلتك وولد عمك اللي هو صاحبي. داكشي باش راني بغيت نتزوج بيك. صافي داز داكشي ومشيت موراها اسبانيا. دوزت شهر ورجعت دغيا. درنا العقد والله ما عرفت علاش درت هكاك، تكلخت. مالين الدار ما بغاوش، وحتى ولد عمي قال لي هو ظريف ولكن عنده حب التسلط وما نصحكش به. انا كان كيعجبني بزاف بديك الطريقه اللي شفتو ما كيخطيش الصلاه، وكان كيشكي لي همو وكيشكي من عائلته، حيت كان ولد واحد عند امو في وسط البنات وما كانش كتعاملو مزيان. كان كيقول لي واقيلا انا ماشي ولدها. المهم تزوجت وما درتش العرس، وقلت لعائلتي ما طلبوا منه والو، راه ما فحالوش، وانا كيهمني غير الراجل ماشي الفلوس. حتى من فلوس صداق ما عطاها ليش، وكتبناها غير في الكاغيط. ومشيت لاسبانيا وبديت كنقلب باش نجيب، واخا الامور كانت صعيبه بزاف. انا كنت خدامه وما حملاش ديك الخدمه، وكنت باغيه نخرج منها حيت مولات الشي كانت قبيحه وكتعايرني، ولكن تحملت كل شي غير باش نصاوب ليه الوراق ودوازت العذاب. المهم كريت الدار ووجدت حتى من الحوايج شريتهم له وعلقتهم في الماريو. وجدوا الوراق
وجاو بدينا حياتنا. قلت له شوف، انا خدامة وانا وياك واحد، انت تعلم اللغة وربي غادي يسهل. في الشهر الاول كان مزيان، ولكن من بعد بدا كيتحكم فيا بزاف. كنخدم ونجي نطيب ليه ويقول لي ما تخرجيش معطلة. المهم داز عام وانا كنقول راه غير حاس بالنقص حيت مازال ما خدم، ولكن هو غير ما كيزيد فيه وكيقول لي المراه خاص تطيع راجلها في كل شيء وتسمع لهضرته. صافي فاش كتر داكشي عليا فكرت نطلق، ولكن لقيت راسي حامله. والله يسمح لي كنت كنضرب كرشي باش نطيحو، ولكن كتب لي هاد الزاد. ولدت بنيته وهو كان مزيان ولكن متحكم بزاف، وما كيقولش هاد بنت الناس دارت فيا الخير والو، ديما كيحسسني باللي هو احسن مني. داز الوقت ولقى خدمة في شركة زوينة وخدم وترسم، وبدا كيبرع عائلته ولات امه وخواتاتو اللي ما كانوش معبرينه هما عينيه، وانا كان كيعرف غير يتحكم فيا، وكان كيقول لي الا مشيت هضرت على شي حاجه انت ماشي نورمال، انت حمقى. حتى وليت بيني وبين راسي بحال الا تيقت هضرته. ايوا مشات ديك البنت الزوينه اللي كلشي كان كيتمناها، وليت مبهدله ودايره زيف فوق راسي، وكنمشي للمغرب بحال الخدامه، وخواتاتو كي شي اميرات مع رجالو. انا فاش ولدت ما بقيتش خدامه، وهو غير تزادت البنت ربي سهل عليه في ديك الخدمه. صافي وليت كنحس براسي ما كنسوى والو، حيت مسح ليا الشخصيه ديالي، وانا اقسم بالله من نهار جا وانا دايره له بحال الامير. كنت ديما مهليه في راسي ونقيه في داري غير باش نعجبه، وهو كان كيقول لي المراه الا قلت لها انت زوينه غتشنت عليك وغادي تكبر عليك. صافي انا مرضت نفسيا وكل شي لاحظني، تبدلت وتبهدلت، حتى والديا وخوتي كانوا كيموتوا عليا بالفقصه وساكتين. ايوا واحد النهار وقع مشكل في المغرب بين امي واختو، اللي وقع باللي اختو كانت جايه ضيفه لدارهم، وامي على نيتها مشات لعندهم وزعما بغات تعرض عليها، وهما حيت شافوا خوهم كيف كيعاملني ما بقاوش كيحترموني لا انا لا عائلتي. المهم وقع مشكل تافه، امي عندهم زعما غادا تعرضهم للغدا، ويا تنوض ليها لوستي بالمعيور والسبان وجرات عليها، وكملاتها عيطوا ليه وحرشوه، وانا ما فراسي حتى شي حاجه، حتى امي كمداتها وسكتات وما بغاتش تنوض الصداع. ايوا هو ساق الخبر وجا كيتفرقع عليا بشي هضور خايبين على امي. ايوا كانت هذيك هي النقطه اللي فيضات الكاس. ايوا تناقشنا وتصالحنا من موراها، وهبطنا للمغرب عطله، وبديت كنشوف شي حوايج كتار من الاول، وهو غير كنوصلوا للمغرب كيتسيف. فاش مشينا كانت هذيك اختو اللي جرات على امي دايره السبوع، واخا هي كانت ولدات بشهرين، ولكن خلات السبوع حتى نمشيو. وفاش مشينا قالت لخوها باغيه تعرض على امي، وهي من نهار جرات عليها ما قدرتش تهز حتى التليفون وتعتذر منها حيت مرا كبيره، وما دارت ليها حتى شي حاجه. خلات زعما حتى مشينا وبغات تبان مزيانه قدام خوها، ومشات تعرض على امي. الوالده دخلتها للدار وضايفاتها وما قالت ليها والو. لا غد لي فاش كنت غير انا وياه سولني واش امي غتمشي السبوع. قلت له بطبيعه الحال لا، راه مقلقه واخا ما قالت والو. هو يقول لي ديك امك ديت ليها اختي كلها وما بغاتش ترغب.
ما نكذبش عليكم، ديك الساعة بقيت غير كنشوف، قلبي عمر بزاف من جهته، بهدلني وبهدل عائلتي، والله ياخد فيه الحق. صافي مع تجمع داكشي خليته خرج وهزيت بنتي ووراقي وحتى وراقه وجيت لإسبانيا. بغى يموت بالخلعة، تسحاب ليه ديت الوراق، ولكن انا غير خلعته، واخا كان ممكن نحيدهم ليه، ولكن عندي معاه بنت وقلبي حنين، والله ما نقدر نآديه واخا هو آداني. الوراق كنت غير مخبياهم، من بعد اسبوع قلت ليه فين كاينين، وجا لهنا وقلت ليه صافي الطلاق، وتفرقعت بالبكا. داكشي كامل اللي كان في خاطري قلته، قلت ليه انا بنت الناس، جبتك وما عمري سمعتي مني العيب، وحتى لدابا وريتك راني بنت الاصل، وكون بغيت ناديك غنحيد لك الوراق، ولكن وريتك اصلا. صافي هو بدا كيمثل عليا، وانا كنحس بيه جاتو من الجنة والناس وباغي يطلق. داكشي اللي كان، درنا طلاق اتفاقي وتنازلت على كل شيء، وخديت بنتي ومشيت، بدلت حتى المدينة ورحلت قلبي لله اللي عالم به، وبديت من بداو جديد بحالي لا اول مرة غنجي لأوروبا. كانت بنتي عمرها يالله عامين. اللي نسيت ما قلت لكم باللي مورا الطلاق رغبني باش نخلي ليه الوراق على سميتي حتى يكمل واحد المدة باش ياخد الكارطة ديال 5 سنين، وكون ما بغيتش كانوا غادي يعطيوه غير عام ولا عامين، حيت بقى كيتمسكن وكيبين لي باللي كيبغيني، ولكن كان كيتمسكن غير حتى يقضي غرضه. صافي خليت ليه الوراق، كمل كلشي، وهو راه مشى للمغرب وخطب غير عام مور طلاقنا، وكان غير كيتبتني حتى يسالي. واحد النهار جا باش يشوف البنت وبقى كيهضر معايا وقال لي انا خطبت، وتخيلوا معايا الصدمة، وبدا كيشكر فيها، وانا كنحاول نبين راسي عادي، ولكن الصدمة الكبيرة هي فاش قال لي انا بغيت نقول لك حاجة وحدة، عندك يسحب لك راسك درتي فيها شي خير، انا راه ربي اللي كان مكتب لي هادشي، هذا رزقي انت غير سبب. عرفتو بحالي لا خوا عليا المطايب، ضحكت وقلت ليه عندك الصح، واخا انا قلبي ربي اللي عالم بيه. ايوا صافي تزوج وجاب مرتو، ودابا راها حامله، ودار لي هداك الشيء اللي كنت كنتمنى يدير ليا غير ربع فيه، وانا عايشه مع بنتي والحمد لله. ولكن ما نكذبش عليكم، كنهضر مع الله وكنعاود ليه كل شيء وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله الا كنعاود والدموع في عيني، حيت واخا دازت 3 سنين تقريبا، ولكن ما قدرتش ننسى الشمته اللي شمتني والغباء اللي كنت فيه. ولكن انا ما كانوش عندي تجارب، وجيت لهنا صغيره وكبرت مع القور ما فيهمش حتى حراميات، داكشي علاش كنت نية بزاف وهو مطور عليا، وعاد زدتها ما كنتش كنعاود لدارنا حتى شي حاجه. وهادشي كنعاودو ليكم حيت بغيت الناس تسمعني، حيت بكثرة ما كان كيقول لي انت حمقى انت ماشي نورمال، والله الا بحال اللي كنقول يمكن انا اللي ما عرفتش نتعامل، يمكن انا اللي بصح ماشي نورمال. بالاخص كنشوفو تزوج وعايش مرتاح، وكنتفكر هضرته وكنقول واش بصح هو مزيان حتى لهاد الدرجه وانا اللي ما كنسواش، حيت كنت تشوفوه تكذبوني بالتعامل والاخلاق مع الناس. واقسم بالله العظيم والهلا يصبحني الى زدت عليه في هادشي اللي عاودت لكم. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، ولكن ربي اللي عالم بيا،
انا غير كنقلب على شي متنفس ولما نشكي حيت ما بردات ليش الشمسه. كنت كنتمنى قصتي تكون عندها نهايه احسن من هكا ونكون دابا عايشه مزيان، ولكن الحمد لله على الاقل استرجعت ثقتي وصحيحتي، والحمد لله على كل شيء. وهذه هي قصتي، وهذه هي حكايتي. باش توصلوا بالمزيد من القصص الحقيقية، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليتكم على خير.